الفترة بتاعة الكريسماس دي من أحلى الفترات الموجودة، فيها وصفات حلوة كتير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة وصفة كوكيز الجنزبيل. بس قبل ما نبتدي، لو دي أول مرة تشوفوني أنا لينا، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا إشعار بكل فيديو جديد بقدمه. ويلا نبتدي بالمقادير. 2.5 كوب دقيق، 5 معالق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، 6 معالق كبيرة من السكر البني، تلت كوباية كبيرة من العسل الأسود، بيضة، معلقة كبيرة من الجنزبيل الباودر، نص معلقة كبيرة من القرفة، رشة من جوز الطيب، ربع معلقة صغيرة من القرنفل المطحون، رشة من الملح، ورشة من البيكنج باودر. بالنسبة للقرنفل أنا بطحنه فريش علشان ريحته تكون أقوى، وجوز الطيب كمان. في بولة كبيرة هحط الزبدة والسكر البني، وهديهم تقليبة بالمضرب، وهضيف لهم العسل وهديهم تقليبة كمان. أول ما يمتزجوا في بعض والعسل يختفي، هضيف البيضة، هديهم تقليبة لحد ما توصل للقوام ده. هزود الدقيق تدريجيا وبعديه على مصفى كخطوة إضافية بتخلي قوامه أحسن، وهضيف كمان البهارات وهعديها برضو على المصفى عشان لو في حاجة مش مطحونة كويس ما تنزلش، وبشرة جوز الطيب، وهقلبهم بالسباتيولا الأول والبس الجلافز. ويلا نعجن، نقعد بقى نعجنها كده لحد ما تلم معانا وتبقى حاجة واحدة. هي قوامها هيبقى بيلزق شوية بس ده الطبيعي. هحط العجينة في كيس وهشيلها في التلاجة لمدة ساعة. كده طلعتها من التلاجة على سطح مرشوش بالدقيق. هفرد العجينة بتاعتي وهحط على النشابة كمان دقيق. هفرد العجينة بسمك عالي شوية، ودي اكتر مرحلة ممتعة بالنسبة للأولاد بقى. هنجيب قطعات الكوكيز وهنبتدي نقطع. بينبسطوا قوي بالمرحلة دي، ولما يجربوها هيبقوا فرحانين بيها جدا. نعمل بقى أشكال مختلفة، الشجرة والنجمة والجينجر بريد مان. واللي هيتبقى من العجين هنلمه تاني كورة ونفردها من أول وجديد ونبتدي نقطعها. وهعمل كده لحد ما أخلص الكمية كلها. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 رف أوسط من 10 ل15 دقيقة على حسب كل فرن. هطلعها وافضيهم على راك واسيبهم يبردوا. وتعالوا نجهز الايسنج للتزيين. الايسنج ده مش لازم تعملوه، ممكن تقدموها سادة او ممكن تزينوها بشوكولاتة سايحة، بس انا حبيت اوريكم طريقته. هحتاج نص كوباية سكر بودرة، ويفضل ان السكر البودرة ده يكون جاهز مش احنا اللي طحنينه في البيت. معلقة كبيرة من الحليب، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز بيخلي الايسنج كده ليه لمعة وماسك نفسه بطريقة لطيفة. هخلط المكونات دي مع بعض وابتدي اقلبهم. وعشان نختبر ان القوام بتاعها كده مظبوط، هجيب واحدة من الكوكيز وبظهر المعلقة هحط عليها من الايسنج. لو لقيته مش ماسك نفسه وبيسيح، يبقى كده احنا محتاجين نزود له سكر بودرة تاني. انا اختبرت القوام بالنسبة لي وكان مظبوط. هعمل حبة ابيض وحبة تاني باللون الاخضر، فهقسم الكمية وهحط الوان جل من الاخضر نقطة واحدة وهقلبها. وكده احنا جاهزين للتزيين. الاول بس عايزة اوريكم لونه من تحت، ما ينفعش يزيد عن كده. وتعالى اوريكم واحدة لما نفتحها من النص بتبقى عاملة ازاي. بصوا، هي بتبقى من بره مقرمشة ومن جوه طرية شوية، بتبقى حلوة قوي. في كيس حلواني هنحط الايسنج ويلا نزين الشجرة. نقعد نرسم بقى عليها كده ونلونها. الولاد بتحب الحاجات دي قوي، ينفع ان هم يساعدوكوا فيها وهيكونوا مبسوطين جدا. وده الشكل النهائي. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. جربوها واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. ميري كريسمس.